صباح الخير، صباح الانوار، حباباتي خواتاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بديت لكم بهذا المناظر من بعد صلاة الفجر بهذا اليوم. جمعتكم طيبة. بغيت نشارك معكم الصباح ديالي كيفاش كيدوز ملي كتكون عندي الخدمة. خليكم معايا ونتمنى فيديو اليوم يعجبكم. كبداية كل نهار أو كل صباح تيكون الفطور، والفطور ما تيحلى إلا لكان واحد البريريت أتاي مشحر، بالأخص إلا كان بالشيبة. المهم انا كنعمر اتاي اولا شنو كنصوب داكشي اللي على حساب اللي غادي يبغي وليداتي، وكنخلي داكشي كيطلق وكنمشي نفيق ولدي. اليوم غير ولدي اللي قاري بنتي ما تقرا حتى للجوج، يعني ما غتفيقش بكري. صافي هنايا كنعمر اتاي، الكل راه تيعرف كيفاش اتاي كل واحد وطريقته، وكنخليه يطلق واحد شويه عاد باش كنبقى نراجع فيه خاصها تتبان ليا الكشكوشه. من بعد فيقت ولدي جا كيفطر، من بعد ما فطر غادي يخرج هويا للمدرسه، وقبل ما يخرج تشهاو عليا كسكسو وقلت غادي نطيب كسكسو قبل ما نمشي للخدمه نخليه ليهم. غادي غير يسخنوا، نصبت قدامي كسكسو صافي خليته كيتقلى وجلست كنقرا سوره الكهف. هاد القران كانت صاحبتي مشات للعمره وجابته ليا، دابا راه كنقتسم انا وياها الاجر. نوصيكم البنات كل جمعه قراو سوره الكهف، كل واحد على حساب الاستطاعه ديالو. اللي ضروري هو اننا نقراو واحد الجزء اولا واحد الحزب اولا واحد السوره، اولا واخا تكون غير 100 ايه ديال القران ما تفرطوش فيها. المهم هذه راه التصفيره الاولى اللي درت. صافي كنرشها بالماء. الا بغيتو نشارك معكم كسكسو بالتدقيق وبالديطاي نشاركو معكم. المهم هنايا هذه التصفيره الاولى درتها كتفور. صافي غادي نرشها بالماء وغادي نخليها حتى تشرب، ما غاديش نديرها في ساع، لان من الاحسن ملي كنرشو كسكسو بالماء كنخليو، لان هذوك الحبات ديال الكسكسو كيتنفخوا وتيرطابوا، كيتزاد وكيجي رطب وكيجي محلول. المهم نتوما هكا هاد العمليه راه الصوره باينه. كتحلوا اي كويره كتبان لكم وكتبقاو بحال ماشي كنفتلوه، بحال كنفكوه كنحلوه حتى كتحسوا به تحل كامل. فهاد الاثناء انا نقيت الخضره ديالي. المهم كنقضي بالخضره اللي كاينه، وفي نفس الوقت الخضره اللي كيبغيوها اللفت ما تيبغيوش ما درتوش. هنا قطعت الخضيره كامله. وما نسيتش البطاطا، شكون البنات اللي حتى هما عندهم ضروري البطاطا يديروها كياكلوها وليداتها. المهم هنايا غادي نرمي الخضره ديالي كامله، البنجال، القرعه، بطيطه، البطاطا حلوه، القرعه حمراء، ليشو هذاك راه درتو في الاول، ودرت الحمص في الاول. صافي وغادي ندير الكسكاسه التصفيره، غادي نديرها باش نخليها تفور. باش في هاد الوقيته انا غادي ندوز للصاله. اليوم عندي سبيراتور، غادي ندوز سبيراتور ونمسح شويه الدجاج ونمسح الطبالي، نمسح الكوانات. غير غادي نسوس شويه وصافي. ما عنديش زعما كاينه مرونه ولا شي حاجه. غالبا ما تيجلسوش فيها، قليل قليل اللي كتجلس بنتي في الستاري تيكون الشارجور كتبغي هي تجلس فيه، اما غالبا تيجلسوا في الكنابي على برا. المهم كيف كتشوفوا راه اي واحد هاد تشيت الميناج راه كلشي كيديرو. غادي ندوز سبيراتور على الزربيه لان كانت فيها الغبره شويه، وغادي ندوز لدوك لي كنابي عندي برا حتى همايا. المهم راه غادي نحاول ندور بالدار شويه. غسلت الحمام، كان عندي واحد الصابون طلعت نشرته في السطح، بقات الشبكه فيها الحوايج، الا ما وصلتهمش تنجي عاد باش نطويهم. المهم انا دزت الكنابي. بعض المرات كندوز سبيراتور في دوك القنات، تعرفوا ولا كانوا كياكلوا الدراري جالسين اولا طاحت شي حاجه كتخشى ما بين الكنابي. من الاحسن ديما كندوز عليهم باش يبقاو ديما نقيين. بنتي راه باقا ناعسه، راه كتشوفوها ساد عليها الباب، كنقول بلا ما نديرونجيها خليها باقا ناعسه. صافي انا كلشي عندي مقاد، كلشي مصاوب. غادي نسوس ديك السبيراتور ديالي. عرفتوا شحال تاع الغبره؟ بصراحه السبيراتورات والله الا زوينين، كيجمعوا الغبره من غير. دابا غالبا كنلقاو الغبره وخيوطه ولا شي حاجه اكثر من اننا كنلقاو شي حاجه اخرى. المهم هنايا جيت باش غادي ندير التفويره الاخرى. انا درت هنايا واحد المطيشه محكوكه، دائما كنزيدها. بعض المرات كندير حتى خيزو محكوك كنضيفو. وغادي نعاود التفويره تاع كسكسو اللي غنزيد فيها شويه الملحه والسمن. صافي وغنديرها هنا البنات. نوصيكم انايا هنا كنحط الغريري في حدايا، كندور ونشرب الماء. هادشي راه باقا ما فطرتش، كندور وكنشرب الماء. هذا فيه النافع، النافع البستاني وشويه الكمون.
كنديرهم كنخلي ندير عليهم المطيب ونخليهم. هنا درت غنصاوب ليا واحد الاومليت. هذه هي طريقتي انا في الاومليت. عرفتوا والله البنات الا كتحسوا بالشبع كيبقى مده طويله. درت شويه ديال زيت العود ولحت فيه الكمون حبوب، غير كنلوحو ديك الساعه. كنهرس البيضه، كنزيد عليه واحد المعلقه تاع زريعه الكتان. البنات زريعه الكتان راه الفوائد ديالها معروفه بالاخص لينا حنا العيالات. ومعلقه ديال الزنجلان راه فيه فوائد اللي كثيره. ما كنخليوش هذاك الشيء كيطيب، يعني البيضه راه كطيب وداك الشيء كيبقى الفوق ما كنحركوش. ها نتوما كتشوفوا كيفاش الطريقه كتجي بنينه وفي نفس الوقت كناكلوا شي حاجه اللي صحيه. المهم هذا هو الفطور ديالي، كويس ديال اتاي راه عادي، راه ما نقولش كوم مسوس ولا شي حاجه. ومعلقه ديال الجبن وخبيز تاع الدار بالقمح والشوفان. كنبريسي كنطوسطيه واحد شويه صافي. هانتوما شوفوا راه 10 ولا ربع. انا راه لبست حوايجي، غسلت موينات الفطور الدار مجموعه والكسكسو ديالهم ها هوايا. صافي غنديرو غادي نغطيه ليهم. البليله وقفات، غاديين غير يهزوه يديروه يسخنوه صافي. ودابا غنتوكل على الله غنخرج. جيت نشوف كانت دايره الصوت الساعه منين جيت نشوف لقيت الصوت ما كاينش، ما عرفتش مناش. المهم انا صافي غنهز السويرتات غادي نسد الباب. كنت كندوي معكم صراحه والله ما عقلت البنات شنو كنت كنقول لكم. المهم انا اللي عقلت عليه هو انني هابطه وكنتشكى عليكم كنقول لكم عرفتوا انا راه في الطروازيام ايطاج. الهبطه راه كتجيني ساهله، ولكن الطلعه مني كنكون جايه بالاخص ملي كنكونوا خارجين وجايين عيانين كتجيك الطلعه صعيبه بزاف. شوفوا هنايا راه قلت لكم زعما انا كتجيني ساهله الهبطه هابطه بالزربه، ولكن الطلعه صعيبه شويه. وسعداتكم اللي عندكم السانسور. يلا شكون اللي كيطلع بحالي حتى الطروازيام في الدروج يخليها ليا في التعاليق. انا بالي غنبقى حتى غادي ندير شي سانسور يطلعني ديريكت للدار. وقلت لكم انا غادي نمشي للخدمه. الا لقيت شي حاجه اللي تستحق اولا تستاهل نصورها معكم غادي نصورها لكم. هادشي اللي واقيلا قلت، هادشي اللي عقلت عليه. المهم انايا راه وصلت للباب. حنا عندنا كنسدو لان كنا كنلقاو كيدخلوا دوك. المهم دوك اللي تيكونوا في الزنقه كنلقاوهم داخلين، كنا ما كنسدوش الباب حتى ولينا كنلقاوهم اللي داخلين داير كرتونه باغي ينعس صافي وحنا نوليو كلشي كنسدو الباب. المهم هنايا راه واخا هكاك غادا زربانه غادي نمشي للدرام غادي نقطع التيكي ديالي. الساعه الحمد لله ما تسنيتش بزاف، هي شويه وجا الدرام. وهنايا كنصور معكم هذا المناظر لان كانت الشتا بدات كطيح. صراحه انا راه كتعجبني الشتا كنحماق عليها، ممكن انني نمشي فيها ما ندير لا بارابلوي ولا حتى شي حاجه. المهم كان هذا هو الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم واخا مونطيتو معطل بحكم العمل. هذا هو الصباح ديالي ديال اليوم الجمعه. كنتمنى يعجبكم وتنساونيش من التعاليق ديالكم ومن اللايكات والى اللقاء.